ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل نفسهم يلعبوا كوره ان شاء الله نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاك اسلام صوب فيديو جديد النهارده ان شاء الله هنتكلم عن فرصه حقيقيه للاحتراف في المانيا من خلال بوابه بايرن ميونخ. طبعا نادي بايرن ميونخ نادي كبير وكلنا بنحلم ان احنا نحترف بدري ومن صغرنا عشان نقدر ان احنا نوصل لانديه كبيره زي بايرن ميونخ. فجات لنا فرصه حقيقيه اللي هنتكلم عليها النهارده، ازاي تحترف وازاي تتواصل مع النادي مباشره بدون اي وكلاء واي سماسره، بدون ما تدفع فلوس لحد، مجانا بالكامل. هنتكلم عن كل التفاصيل دي في فيديو النهارده. بس لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه مش في القناه، انزل دلوقتي حالا اعمل اشتراك للقناه، ولو مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده اللي بيدينا طاقه حافز عشان نصور لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. ما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام. ومن غير رغي كتير يلا بينا نبتدي الفيديو، يلا بينا. مين فينا ما بيحلمش بالاحتراف بره مصر، او بيحلم ان هو يكون لاعب كبير بره مصر او من بدري؟ زي امثله كتير زي محمد صلاح، زي النني، زي ميدو، زي امثله كتير جدا احترفت من صغرها، زي زيدان. ناس كتير قوي احترفت من صغرها بالاعتماد على نفسها. فالنهارده انا اجيب لكم فرصه حقيقيه ان انت تقدر ان انت تقضي فتره معايشه او تتواصل مباشره مع نادي بدون اي وكلاء وبدون اي مصاريف ومن غير ما تدفع ولا شيء، كلها مجانا عن طريق النادي نفسه. كلنا عارفين مروان صلاح اللي انضم لبايرن ميونخ، واللي ما يعرفوش هقول قصته بسرعه كده سريعا. ده شاب مصري مواليد 2004، اختبر في كذا نادي وما قبلش. بالصدفه على النت جات له فرصه ان هو يقدم يكتب بياناته لبايرن ميونخ، ويبعت لهم فيديو صغير ويبعت لهم كل التفاصيل وصورته وكل حاجه لبايرن ميونخ، لان هم كانوا طالبين محترفين من الخارج في سن 2004 2005 في السنه دي. هو بالفعل عمل ده كله. طبعا ما كانش متوقع ان هو يكمل، بس حتى امل 1% او على الاقل خالص حتى امل بسيط ان هو ممكن الموضوع يمشي. وبالفعل بعتوا له رد تاني، فابتدى يمشي معاهم في الخطوات لحد ما بعتوا له دعوه وراح قدم معاهم فتره معايشه. وبعد كده انضم الفتره الاخيره دي انضم رسميا لنادي بايرن ميونخ. دلوقتي نادي بايرن ميونخ اعلن على صفحته الرسميه تاني ان هو طالب لعيبه من 2005 ل 2006. لو انت من المواليد دي جات لك الفرصه ان انت تخش تملى الابلكيشن وتبعت فيديو صغير وتبعت صورتك، وهم هيشوفوا كل الكلام ده وبيبتدوا ينقوا الناس اللي شايفين ان هي ممكن تنفعهم، وبيبتدوا يتواصلوا مع اللاعب ده او مع الشخص اللي بعت لهم البيانات دي. ومن خلال التواصل ده بيبتدي ان هو يبعت له دعوه، يقضي فتره معايشه. الكلام ده كله انت منك للنادي على طول، او لو حد يقدر ان هو يعمل لك الكلام ده عشان يبقى فيه ترجمه. والموضوع محتاج تواصل كويس مع الناس دي، عشان لو انت ربنا كرمك واختارك هيبتدي يبعتوا لك دعوه، يبعتوا لك كل حاجه ان انت تروح مجانا تقضي فتره معايشه. وبيبتدوا يصفوا الناس اللي هناك وبيبتدي ياخدوا عدد الناس الكويسه او الناس اللي يستفادوا منها بعدين، يبتدوا ان هو ينضم رسميا لنادي بايرن ميونخ. انا هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن تحت، وهقول لك دلوقتي تملى ازاي البيانات دي عشان توصل للمرحله دي، او عشان توصل ان انت تبعت كل حاجه. هتفتح اللينك هتلاقي قائمه بيانات اسمك والاسم الاخير اللي هو اسم والدك، وهتكتب سنك وهتكتب كل حاجه عنك. وفي الاخر تحت هتلاقي مكتوب ان انت تبعت فيديو صغير ليك، وتحتيه تبعت صوره ليك. وبكده هتكمل الابلكيشن وتبتدي تتابع الخطوات. بعد فتره ممكن يطلب منك فيديو تاني بحاجات تانيه تبعتها له، لحد ما هتلاقيه بيبعت لك دعوه ان انت تروح تختبر. لو انت لعيب كويس مش هتخسر اي حاجه. لو انت لعيب كويس اعمل اللي عليك للاخر وكمل. ودي فرصه كويسه جدا، مفيش بقى اختبارات، مفيش تعالى اوديك، مفيش هات فلوس، مفيش اي حاجه من الكلام ده. دي ناس كل اللي هممها الموهبه. طبعا لو انت موهبه كويسه تلاقي فيه اهتمام من الناس دي كويس قوي، وهتلاقي فيه تواصل وهتلاقي فيه استمراريه. لو انت مش كويسه هتلاقي خلاص الموضوع ما فيش اهتمام، يبقى انت مالكش نصيب، من غير اي تجريح، من غير ما نفسيتك تتعب، من غير اي حاجه. فدي من انسب الفرص اللي انت ممكن تقابلها لحياتك. اعمل اللي عليك، املى الابلكيشن، خش تواصل معاهم، ابعت الفيديو، ابعت الصوره. هتلاقي كل ده موجود في اللينك اللي انا هحطه لكم تحت في الديسكربشن. اتواصل. لو محتاج اي حاجه اكتب لي في الكومنتات تحت. لو عايز تفهم اكتر ممكن تعمل لي فولو على انستجرام وتكلمني، هتلاقيني برد عليك تفهم اكتر عن الموضوع ده. فرصه كويسه جدا لمواليد 2005 2006، ما تفرطش فيها، ما تفرطش فيها، انا باكد ما تفرطش فيها، لعلها تكون سبب كده ان ربنا ينقلك في حته ثانيه.
اعمل اللي عليك دايما، تمسك باقل فرصه، تمسك باقل قشايه عشان ربنا يكرمك وتوصل للي انت عايزه. الحلم ما بيجيش بسهوله، الحلم ما بيجيش وانت قاعد، لازم تسعى في كذا اتجاه، هتلاقي ربنا بيبعت لك او بيفتح لك باب رزق من خلال سعيك الكتير في اكتر من مكان. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده، بالتوفيق يا رب تكونوا استفدتوا، وان شاء الله نشوف اكتر من واحد قدم، وان شاء الله نشوف اكتر من واحد سافر، واكتر من واحد ربنا كرمه واللي يبعت ويجيله رد او حاجه يا ريت يفرحنا ويطمنا برده في الكومنتات تحت. كان معاكم كابتن اسلام مصطفى، يا رب تكونوا بخير، استنونا في فيديو جديد من قناه يوميات لعب كره قدم، والسلام عليكم.